ده فلوج يوم في حياة راجعة من الشغل. عندنا النهاردة شوية تنظيفات داخلية في الفيديو ده. أول حاجة عملتها كانت إني رتبت درج الأدوية، وده بحب أعمله كل فترة. بعمل جرد وأشوف اللي صلاحيته انتهت ومحتاج يترمي، أو لو ربنا عفى عننا في حاجة معينة فبنتصدق بالباقي لحد محتاجه. ياريت تجربوا تعملوا كده، هتفرق معاكم بجد. بالرغم من إننا جيل 30 سنة، بس مين زي حاسس إن أكبر مشكلة بتواجهنا هي تساقط الشعر وألم العظام للجنسين على فكرة. المهم النهاردة عملت بانيه، جربوه بالطريقة دي هتدمنوه. طماطم وبصل وفص توم ملح وفلفل 7 بهارات، واضربيهم وحطيهم على البانيه. المفروض ان هم يقعدوا اقل حاجة ساعتين، بس ما كانش عندي وقت فسبتهم 10 دقايق. وعشان الطبقة بتاعته تطلع رقيقة، حطي كمية مناسبة من الفيجيتار واضغطي البانيه فيها زي ما انت شايفة كده. وبعد كده على الزيت المغلي. تاني حاجة عملت رز معمر، ما تقولوليش حجوجة ولا غيرها، والله ما هتصدقوا من حلاوته. حرفيا بناكله حاف، وجبة لوحده. اول حاجة تجيبي طاجن او صينية وتدهنيهم سمنة بلدي، تغلفيها كويس قوي من تحت ومن الجناب. وبعد كده تحطي فيها كوباية رز مغسول، عليها نص كيلو لبن بلدي ومغلي، يعني يكون لسه بيغلي لسه متشال من على النار، ومعلقة سمنة بلدي ورشة ملح. واوعي تحطي ملح كتير، هي حلاوته في قلة ملحه. بعد كده تقلبي بالراحة خالص وتغطيهم على البارد لحد ما اللبن يدفى. وبعدين حتة قشطة على الوش، وتحطيهم في صينية أكبر عشان اللبن لو فار ما يبهدلش الدنيا في الفرن. وتحطيهم على الشواية الأول لحد ما ياخد اللون التمام، وبعدين تنزليهم من تحت لحد ما يستوي، ودوقي أحلى وأغنى طاجن رز معمر. وهم أقسم بالله. ولو بتحبوها بسكر نفس الطريقة، بس زودوا السكر بدل الملح، وحطوا معاه برضو رشة ملح. المهم المطبخ كان محتاج ترويق. لميت المواعين في الغسالة، وبقالها فترة بتفصل في النص، وبيبقى فيه مية مش نظيفة بصابون من تحت. لو حد يعرف هي كده محتاجة سباك ولا أكلم الشركة، وهل ده حصل مع حد قبل كده؟ أكتر حاجة بتؤرقني الأجهزة اللي بتبوظ، لأن فعلا ما بيبقى لهاش حل وبندوخ عبال ما بتتصلح. فيا ربنا يستر وتكون حاجة بسيطة إن شاء الله. نيجي لأحلى فقرة في يومي. اديت الرخامة غسلة محترمة. أنا بعشق الرغاوي، أي حاجة فيها صابون أنا بحب أقعد أتفرج عليها كده. ولكن مؤخرا حاسة إن شركات الصابون بدأت إن هي تخستع في الرغوة. يعني جربت كذا أنواع صابون، لا مش حلوة خالص. لو تعرفوا نوع صابون كويس وسعره مش غالي، ياريت تقولولي. كده خلصت والمطبخ بقى تمام. وانا ابني حاليا في مرحله البوتي، فعشان اخطاء الليل حسيت المرتبه عاوزه غسله. انا مش من الناس اللي بحب ان انا اشيل اكياس المراتب اللي في غرف الصغيره الا لما الاولاد يكبروا عشان المشاكل اللي زي دي. المهم لميت الملايات وفي الغسيل، وابتديت ان انا اغسل بليفه مخصصه للحاجات ديت. بدات ان انا اغسل السرير، وهو اللي عليها ده المشمع زي ما قلت لكم بتاع المرتبه، انا ما شلتوش من ساعه الجواز. ولكن يفضل طبعا انك تعملي فتحة في النص، يعني من نص المرتبة اللي في الجنب، عشان خاطر المرتبة ما تعفنش او يعني تلم حاجة مش كويسة، عشان برضو المرتبة نفسها تتنفس. بفتح أدراج التسريحة زي ما شايفين، لقيت ممسوحة بيها الأرض، وطبعا مش هقول مين السبب. المهم قلت هحط كل الرفايع اللي كانت موجودة في الأدراج في ضرفة الدولاب، وكل الهدوم اللي كانت في ضرفة الدولاب في الأدراج، بحيث ان هي تبقى عالية وما تتبهدلش. وفي الواقع انا حاسة ان الترتيب بتاعها مش عاجبني قوي. اعتقد هحاول الاقي منظمات وارتبهم احسن. بعد كده اديت الغرف كلها ترتيب سريع، وريسبشن برضو، وكنسة سريعة برضو. ولا زال أسئلة كتير بتسألني على المكنسة بتاعتي، والله في فيديو شرحة فيه كل حاجة في المكان التاني، واللينك هتلاقوه في البايو. وألطف حاجة اللي مش بعملها كتير في اليوم هي البخور، بخرت البيت. وبس كده فيديو النهاردة خلص، ولكن استنوني في فيديو جديد، وما تنسوش لايك وشير، واشوفكم في فلوج جديد. باي.